بصوا حبايب قلبي، بصوا انا عامله ايه النهارده. ده ايه ده يا ام منى؟ ازيكم عاملين ايه؟ وحشتوني وحشتوني والله من الفيديو اللي فات، وحشتوني بجد يعني. ربنا يصلح حالي وحالكم جميعا، وربنا يا رب يكرمكم كده زي ما اكرمتوني. بصوا بصوا الجمال والحلاوه والطعامه والشياكه. ايه رايكم في الحاجه الحلوه اللي احنا عاملينها النهارده؟ حاجه سهله وحاجه بسيطه. انا والله بعتذر لان انا فعلا مش قادره انزل فيديوهات الفتره دي، لان انا تعبانه بجد يعني. ربنا يا رب يلطف بينا، ربنا يشفيني ويشفي كل مريض، اللهم امين. حبايبي ومتابعين الجمال، بحبكم في الله. احلى اخوات واحلى عيلتي التانية والله بجد. شرفتوني ونورتوني، وجودكم في قناتي تاج على راسي والله العظيم. انتي عامله ايه النهارده ده يا ام منى؟ انا كنت عامله الولاد عندي برضو تعبانين، نفس دور البرد اللي عندي يا بنات. فطلبوا، قلت اعمل لهم اي حاجه مسكره بحيث تديهم طاقه وباور كده، بما ان الحاجات عندي في البيت. هم اساسا ايه اللي انت عاملاه ده؟ اصلا ده جيلي يا بنات، جيلي عاملاه بالفراوله والموز. اهو ده شكله، بصوا شكله احلى من بتاع المحلات 100,000 مره. اهو. انا بعتذر عن صوتي بصراحه لان انا مش قادره اتكلم، فقلت اعمل لهم اي حاجه بسيطه. ده جيلي يا حبايبي انا عاملاه، عملته كده للولاد. بصوا ده القوام بتاعه، بصوا معايا اهو، شايفين اهو. انا مقطعه عليه ده موز، اللي على الوش ده موز وفراوله. تابعوا معايا كده الفيديو للاخر وشوفوا انا هعمل ايه النهارده. خلاص كده. ده اللهم صل وسلم وبارك على الحبيب المصطفى عليه افضل الخلق وعلى اله وصحبه اجمعين. كل سنه وانتم طيبين. النهارده اول يوم في رجب، ربنا يا رب يعيد علينا الايام بخير، ويجعل رمضان داخل على كل المسلمين اجمعين بالخير واليمن والبركات. ربنا يا رب يجعلنا في لا فاقدين ولا مفقودين، اللهم امين يا رب العالمين. انا بحبكم في الله، وتعالوا معانا عشان ما اطولش عليكم. اشوف انا هعمل ايه النهارده في الفيديو ده. حاجه بسيطه خالص. تابعوا معايا الفيديو وشوفوا هنعمله ازاي. هنبدا بسم الله ونصلي على الرسول، وتعالوا كده مع بعض شوفوني انا هعمل ايه. الله والصلاة والسلام على أشرف خلق الله. اللهم صل وسلم وبارك عليك يا حبيبي يا رسول الله. ازيكم يا حبايبي عاملين ايه؟ وحشتوني وحشتوني من الفيديو اللي فات. انا بعتذر عن صوتي طبعا، لان انا تعبانه بجد يعني، تعبانه. يا ربنا يا رب يصرف عني وعنكم جميعا. انا النهارده حابه اشكر كل حبايبي اللي دخلوا لي ودعوا لي دعوه حلوه، يا رب يكون لكم بالمثل يا رب العالمين، اللهم امين. النهارده كده اول يوم في رجب. طبعا انتوا اللي متابعني عارف ان انا تعبانه لي فتره كده، وربنا يصرف عني وعنكم جميعا. فالنهارده اول رجب، فقلت اقوم اعمل اي حاجه بسيطه للولاد، لان انا فعلا مش قادره انزل فيديوهات اليومين دول. فسامحوني وبعتذر منكم جميعا على ان انا مش قادره انزل لكم اي فيديوهات. حبيت اقوم اعمل حاجه للولاد لانهم برضو واخدين دور برد زي حالاتي كده. وايه، قلت اغير طعم البرد ده ونديهم اي حاجه طاقه كده، تديهم اي باور. المهم ان ربنا يصرف عنا جميعا، اللهم امين. حابه كل الحبايب، كل متابعيني، كل اللي يشوف الفيديو ده يدعوا لنا دعوه بظهر الغيب. ربنا يا رب يشفينا ويشفي كل جميع مرضى المسلمين اجمعين، اللهم امين. بحبكم يا حبايبي ووحشتوني، وكل سنة وانتم طيبين. شهر رجب ده ربنا يهله علينا بالأمن والأمان والسلامة والإسلام، يا رب تجعله بداية أجمل الأقدار. ارزقنا يا رب فيه من حيث لا نحتسب. يا رب الشهر الكريم ده بلغني فيه ما أود، واجعل لي دعوة يا رب لا ترد، وهب لي رزقا لا يعد. افتح لي ربي بابا إلى الجنة لا يسد، اللهم آمين يا رب العالمين. يا حبايبي احنا في شهر مفترج، ربنا يا رب يهل علينا باليمن والخير والبركات. حابة كل حبايبي يكتبوا لي الاستغفار في هذا الشهر الفضيل، شهر مبارك علينا وعليكم. ربنا يبلغنا رمضان لا فاقدين ولا مفقودين، اللهم آمين. تعالوا النهاردة نخش في الموضوع بتاعنا ونشوف أنا هعمل إيه النهاردة. أنا بعتذر لو صوتي مش واضح في الفيديو، أنا بعتذر لكم تاني. يا ربنا يا رب يصلح حالي وحالكم جميعا، اللهم آمين. أنا معايا باكت من الجيلي، حبيت أقوم أعمل للولاد أي حاجة كده بسيطة تغير لهم طعم التعب اللي احنا فيه ده. فمعايا باكت من الجيلي، ماشي. معايا جيلي فراولة خلاص، ومعايا كام فراولاية كده هعملهم برضو بطريقة حلوة وبسيطة. تابعوا معايا الفيديو للآخر، ربنا يا رب يصلح حالنا وحالكم جميعا. ومعايا 3 موزات كده كانوا زيادة سوا شوية، فحبيت ان انا ايه احطهم مع الجيلي كده كتغيير طعم وريحة ولون. خلاص. هعمل الجيلي ازاي يا ام منى؟ اول حاجة انا هعملها يا حبايبي الجيلي ده عشان بس يعمل الربط بتاعه. خلاص. معايا بولة نظيفة تمام كده، هأنزل فيها اللهم صل وسلم وبارك على الحبيب المصطفى
بكوبايتين من الميه المغليه. خلاص كده، اول حاجه معايا كوبايتين ميه من المغليه يا حبايبي. ادي كوبايه، بسم الله، وهنزل كمان بكوبايه تانية. تمام لحد كده؟ يبقى هتنزلي اول حاجه يا حبايبي، لو معاكي باكت واحد بياخد كوبايتين ميه مغليه. تمام لحد كده؟ خلاص. بعد كده هتنزلي عليه بباكت الجيلي ده اهو، ده بيكون شكله اهو يا حبايبي. خلاص كده هننزل بالباكت كله. اللهم صل وسلم وبارك على الحبيب المصطفى افضل الخلق وعلى اله وصحبه اجمعين يا رب. بسم الله. هنزل بباكت الجيلي كله اللي معايا كده. خلاص كده، وهقلب الكلام ده كله. بس هنزل على الباكت الجيلي. انت لو مش حابه تضيفي سكر يا حبيبه قلبي ما تضيفيش، انما انا ما بحبهوش لان ولادي بيقولوا يا ماما بيبقى مزز كده، فانا بروح ضايفه عليه كام معلقه سكر كده. ادي واحد، ادي اتنين، ادي تلاته. نزلت عليه ب3 معالق من السكر يا حبايبي. خلاص لحد كده؟ يبقى كوبايتين ميه من المغليه، ونزلنا عليهم بباكت فراوله اللي هو الجيلي طبعا. وهتجلبي الكلام ده كله، تدوبيه كده كله مع بعضه. حابه تضيفي معلقه نشا عشان تزودي الربط بتاعه يربط معاكي بسرعه براحتك، مش حابه براحتك برضو. انا ما بضيفش معلقه النشا دي يا حبايبي، انا بستكفى ان هو يربط مع نفسه كده بس. خلاص، احنا كده كده في الشتاء وهو هيربط بسرعه. خلاص، مش هياخد معاكي حوالي ساعه او ساعتين بالكتير في الشتاء، انما احنا لو في الصيف بياخد ليله كامله في التلاجة. بعد ما جلبت الكلام ده كله، هانزل عليهم بنفس الكوبايه اللي عيرت بيها الميه السخنه، هانزل برضو عليهم بكوبايه ميه ساقعه. خلاص كده، يبقى كوبايتين ميه سخنه في الاول، وبعد كده كوبايه ميه ساقعه زي ما انتم شايفين كده. خلاص اهو. قلبي كل الكلام ده كله كده، بسم الله ما شاء الله ولا حول ولا قوه الا بالله العلي العظيم. حاجه كده تفتح نفس الولاد عشان تغير طعم العيا اللي احنا فيه ده كله. ربنا يا رب يشفيهم الي ويعافيهم يا رب العالمين، اللهم امين يا رب. ربنا يا رب ما يضرنا لا في ولادنا ولا في مالنا ولا في عيالنا، اللهم امين يا حبايب قلبي. هياخد الكلام ده كله كده، هسيبه يبرد شويه على ما اقطع معايا الفاكهه اللي هي معايا دي. ايه هي يا منى بقى الفاكهه اللي معاكي؟ انت زي ما انتم شايفين كده 3 موزات بس اللي كانوا معايا. خلاص كده، بسم الله ما شاء الله. هقطع الكلام ده كله كده. ثانيه واحده اجيب بس طبق. هاخد الفراوله اللي معايا اللي زي كده اهي يا حبايبي، قطعيها بالطريقه اللي انت حباها. خلاص اهو. هنقطع الكلام ده كله، الفراوله والموز. عندك كيوي حطي، عندك اناناس حطي، الطعم اللي انت بتحبيه. للجيلي حطي الفاكهه اللي انت حباها يا حبيبه قلبي تحطها فيه. خلاص كده، انا معايا كان عندي بس فراوله فقلت احط بما انه هو جيلي فراوله. خلاص كده اهو. والفراوله اليومين دول موجوده طبعا في السوق ولسه بادئه جديد كده يا حبايبي. اللي حابه تعمل هو نص كيلو مش اكتر، يعني مش هقولك هاتي كيلو، المتاح عندك اعمليه. خلاص كده، انا اسفه جدا جدا لو صوتي مش واضح معاكم. خلاص هكمل الكميه تقطيع الموز والفراوله مع بعض، وهنشوف هنعمل ايه تاني يا حبايبي. بعد ما خلصت تقطيع الفراوله زي ما انتم شايفين، وادي الموز اللي انا قطعته معاكم اهو. بصوا، تعالوا بقى نشوف. نجيب الكوبايات اللي معانا او الكاسات اللي هنحط فيها زي ما انت حابه. عندك بولات حطي، عندك كاسات حطي، زي ما تحبي اعملي يا حبيبتي، ما توقفيش على اي حاجه. انا معايا كاسات زي دي كده اهي، شايفين اللي هي شبه التفاحيه دي. خلاص، لازم تكون الكوبايه اللي هتحطي فيها او الكاسه اللي هتحطي فيها او البوله اللي هتحطي فيها تكون شفافه يا حبيبتي. هتاخدي كده من الفراوله زي ما انا باخد كده، وهتنزلي في الكاسات بتاعتك اهي اهي. اول حاجه، كل حاجه انت هتعمليها ليك ولولادك، مفيش حد غريب هياكل منها يا حبيبتي. خلاص، ادي شكل الكاسات. نزلت فيها الاول بالفراوله، وبعد كده هانزل بالموز اللي معايا اللي انا مقطعاه دوت. اي فاكهه عندك حطيها يا حبيبتي، مش شرط اللي يكون عندي انا. خلاص كده، المتاح عندك اعمليه لاولادك. في الاول وفي الاخر ده بيرجع لذوقك حضرتك انت، مش انا. انت اللي هتاكلي انت واولادك. خلاص، فالحاجه دي بتبقى ذوق يا حبيبتي في التقديم. التقديم ده ليكي انت. خلاص كده، انا نزلت بالكميه اللي معايا اهي، شايفين اهي اهي. بسم الله ما شاء الله. بص شكلها اصلا يفتح النفس.
خلاص كده. وبعد كده هننزل بايه؟ بالجيل اللي معانا اهوت. بصوا يكون هدى شويه، وبعد كده انزلي بقى في الكاسات بتاعتك كده. بصوا بسم الله ما شاء الله، ولا حول ولا قوه الا بالله العلي العظيم. اهو اهو يا حبايبي، حاجه بسيطه، تحلايه بسيطه جدا جدا. بما ان الولاد تعبانين عندي، فانا حبيت اعمل لهم اي حاجه كده تفك شويه عنهم ويغيروا، تديهم طاقه كده وباور كده. بسم الله ما شاء الله، ولا حول ولا قوه الا بالله العلي العظيم. ده شكله يا حبايبي اهوت. بصوا حاجه كده والله العظيم تفتح النفس. حباكم كلكم كده تقوموا كده وتعملوها وتجربوها بالطريقه اللي انا عملت بيها ديت. بصوا تحفه تحفه من الاخر يا حبايبي. حابه كل حبايبي ومتابعيني اللي يشوف الفيديو، انا مش عايزه لايكات والله على الفيديو ده. كل اللي انا عايزاه منكم انكم تدعوا لي انا وولادي، ربنا يصرف عنا اجمعين، اللهم امين يا رب العالمين. وبعتذر كمان مره عشان الصوت اللي مش واضح في الفيديو، معلش انا اسفه. بس والله يعني انا في كميه تعب، ربنا يا رب يعافينا اجمعين بحق الشهر الفضيل الكريم عندك يا رب. خلاص كده. وكمان معايا كمان كاسه فاضت كمان اهيت. بصوا بصوا الجمال يا بنات. بصوا بصوا شكله والله تحفه. الجواب بيتكلم عن عنوانه. حابه كل حبايبي ومتابعيني، بما اننا في الشتاء هتقولي ده ساقع يا ام منى. لا يا حبايبي، هو مش ساقع، انا هسيبه زي ما هو كده لمده ساعه وهيربط، وهديه للولاد ياكلوا منه على طول. انا ولادي بيحبوه، فقلت بما ان انا عندي فاقوم اعمل لهم اي حاجه كده تفتح نفسهم. تمام كده. هنكمل كده، باجي معايا فهوت هكمله برضو الكاسات بيبقى شكلها حلو. خلاص كده. وده شكل الكاسات بتاعتي هي حاجه تحفه تحفه تحفه. ما تنسوش لايك للفيديو واشتراك للقناه. ربنا يا رب يصلح حالي وحالكم جميعا. بحبكم في الله يا احلى اخوات ويا احلى ناس. ووجودكم ليا في القناه شرف ليا والله وتاج على راسي. بشكر كل حبايبي وكل متابعين يا رب. ربنا يديمكم نعمة في حياتي ويخليكم ليا ويحفظكم بحفظ اللهم آمين يا رب العالمين. بحبكم في الله يا حبايبي وبشكركم. سلام عليكم.